عمرنا ما كنا نتوقع ان روسيا يحصل فيها انقلاب. معقول بعد كل اللي بنشوفه وبنسمع عنه ده ان روسيا يحصل فيها في النهايه انقلاب؟ بس الوقت جه وجايب معاه مفاجآت كتير. انقلاب روسيا اللي بيحصل في الفتره الاخيره بيخلي العالم يكلم نفسه وبيركزوا على روسيا. ايه القصه بالظبط في موضوع انقلاب روسيا؟ اصدقائي الاعزاء، السلام عليكم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. ايه بالظبط اللي بيحصل في روسيا وموضوع الانقلاب اللي حصل ده؟ اكيد في ناس ما تعرفش حاجه ولا اي معلومه عن الانقلاب. بنحاول ننقل لكم صوره مبسطه عن اللي حصل عشان لو حد قال لك تعرف حاجه عن الانقلاب تجاوب. طب مين الجهه اللي عملت الانقلاب وايه اسبابه وايه اللي حصل بالظبط؟ نظبط جهنا مع بعض وتعالوا. في البدايه هنتكلم عن الجهه اللي نظمت الانقلاب. الناس كلها مختلفه في ان مين بالظبط اللي نظم الانقلاب ده، لان موضوع الانقلاب اخطر من الحرب نفسها. وزي ما احنا عارفين ان في حرب دايره بين روسيا واوكرانيا، وتقريبا كده العالم كله مشارك فيها، شويه مع روسيا وشويه مع اوكرانيا، ومش عارفين السينما دي هتخلص على ايه بالظبط. القصه كلها يقال ان كانت في تكتلات عسكريه ده الى جانب الجماعات السياسيه. التكتلات العسكريه دي بقى والجماعات السياسيه بتطالب بالتغيير من زمان، واكيد طبعا بتطالب باصلاح البلد طبعا اللي هي روسيا. والحركات دي اتنظمت عن طريق ضباط الى جانب الشخصيات السياسيه المؤيده للتغيير نفسه، ويقال ان المطالب بتاعتهم الاصلاح السياسي والاقتصادي. المجموعه دي اسمها مجموعه فاغنر، دي بقى منظمه روسيه شبه عسكريه، او يقال انها منظمه خاصه للتعاقد العسكري. وعشان نبقى عارفين برضه يقال ان المنظمه دي شاركت في الحرب الاهليه السوريه، وكان ليها يد في الموضوع بتاع الحرب ده، وكمان شاركت في حرب دونباس في اوكرانيا سنه 2014 لمساعده القوات الانفصاليه اللي كانت تابعه للجمهوريات الشعبيه. المجموعه دي بقى اللي هي مجموعه فاغنر هم السبب الرئيسي في الانقلاب. الجماعه بتوع الانقلاب اعلنوا ان هم عملوا الانقلاب ده عشان يستيقظ الاحوال الاقتصاديه والسياسيه في البلاد، وان هم عايزين الحكومه تغير من خطتها الفاشله. طب ليه الشعب بقى مش طايق الحكومه حاليا؟ وان الشعب نفسه بيتهم الحكومه الروسيه بالفساد. بيقولوا ان الاوضاع الاقتصاديه في روسيا مش تمام، وان الشعب هناك بيعاني من سوء المعيشه، وان هم مخنقين عليهم في الحريه. طب يا ترى الكلام ده بجد ولا احنا بنسمع عنه كده بس؟ لو حضرتك بقى ليك واحد صاحبك في روسيا لازم تساله عشان نتاكد بس من صحه المعلومات. الخبراء بقى اجتمعوا من كل حته وقعدوا يفتوا في موضوع الانقلاب ده، اللي يقول لك هينجح واللي يقول لك هيفشل، ودي طبيعه الفتاوي. في الحقيقه بقى من الاخر كده من الصعب تحديد الموضوع ده نفسه، يعني هينجح هيفشل ما حدش عارف اي حاجه. وترى هل دي سينما عاملاها الحكومه ولا ايه بالظبط؟ وفي ناس تانية بتقول ان ده صراع على السلطه منهم فيهم كده، لكن الحكومه الروسيه استخدمت الاعتقالات ولمت شويه ناس عشان تسيطر على الموضوع. في نهايه الموضوع الوضع في روسيا مش مستقر وصعب جدا بالتنبؤ باللي هيحصل، لكن مش هنخبي على بعض ان في حاله من التوتر موجوده في روسيا حاليا، فاللي حابب يسافر روسيا يراجع نفسه. خدنا فكره سريعه عن الانقلاب اللي حصل في روسيا، مين اللي عمل الانقلاب وايه اسباب الانقلاب، هينجح هيفشل، ايه الانقلاب مش عارفين. المهم يكون عندنا معلومه مبسطه وسهله نفهمها. اصدقائي الاعزاء، شكرا ليكم ولمتابعتكم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، والسلام ختام.